السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب الصف السادس الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ بداية هنصلي على سيدنا النبي زي ما احنا متعودين ونكمل مع بعض رحلتنا في المنهج. أنا الدرس الثاني نتكلم عن نشاط 4 الطاقة الحرارية وانتقال الطاقة ودرجة الحرارة، 3 حاجات. تمام. بيقول هنا في سؤال فك: عند تسخين كمية من الماء، انت سخنت مية حطيتها على النار، نوجد طاقة حركة الجسيمات، يعني تزداد ولا تقل؟ لا، حركة الجسيمات تزداد. بعد كده بيقول لي العلاقة بين طاقة حركة الجسيمات وطاقتها الحرارية. قال لي هنا تحت منها تعد الطاقة الحرارية إحدى خواص المادة، وهي طاقة غير مرئية. ليه هي من إحدى خواص المادة؟ لأن المادة أصلا في حالتها الطبيعية بدون ما نأثر عليها بدرجة حرارة لها طاقة حرارية. تمام؟ طيب هي درجة حرارة الغرفة اللي هي موجودة فيها. تمام؟ ماشي، يبقى من خواصها ولا لأ؟ أو من خواصها. وهي طاقة غير مرئية، بمعنى إيه؟ الحرارة عامة أنا ما بشوفهاش بعيني، ولكن أنا بحس بوجودها. ازاي؟ الناس اللي هي في البرد القارس بتعمل ايه؟ بتولع شالية وبتقعد تدفى. تمام. هل انت شايف الطاقة الحرارية ولا انت حسيت بالحرارة؟ فعشان كده قلت ان الشالية ديت او الدفاية دي بتديني طاقة حرارية، احنا بنحس بوجودها. هنا تتوقف الطاقة الحرارية للمادة على سرعة الجسيمات. تمام. اجي اقول لك ما العوامل التي تتوقف عليها الطاقة الحرارية؟ دول تتوقف على سرعة الجسيمات المكونة له. ليه؟ لأن لو هي تكتسب طاقة حرارية هنلاقي الجسيمات بتاعتها مالها تزداد في الحركة وتتباعد عن بعضها. تمام؟ يعني لو حالة صلبة بنلاقي الجسيمات متلاصقة ومتقاربة، طب زودت عليها النار هلاقي الجسيمات ابتعدت عنها وخدت مساحة وطاقة حركتها بتزيد، وهكذا. تمام. ماشي. فبيجي يقول لي هنا تعريف طاقة الحركة. ما مش ينفع اني اقول لك عرف الطاقة الحرارية من غير ما اقول لك طاقة الحركة. ليه؟ لان الطاقة الحرارية مرتبطة بايه؟ بالطاقة الحركة. فقال لي ان طاقة الحركة اي هي الطاقة التي تكتسبها المادة بسبب حركتها. بمعنى قال لي انت طاقة الحركة هي الطاقة التي تكتسبها المادة، طب اكتسبتها من حركتها. يعني هي الجسيمات ابص عليها لقيت الجسيمات بتتحرك يبقى لها طاقة حركة. تمام. اكتسبتها منين؟ من التسخين. انت كشخصك العادي، تمام، انت بتتحرك، طالما انت بتتحرك يبقى تمتلك طاقة حركة. كذلك قال لك ان هي تكتسب المادة بسبب حركة الجسيمات. تاني حاجة بقول لي عرف طاقة الحرارية. قال لي هي مجموع طاقات حركة الذرات وجزيئات المادة. اشمعنى يا مستر هي حركة الذرات وجزيئات المادة؟ ليه مش قلت الجسيمات؟ لو تفتكر الدرس اللي فات احنا قلنا ان جسيمات المادة تسمى بحاجتين اتنين، ايه هما؟ قال يا اما ذرات يا اما جزيئات. احنا قلنا يا شباب ان الجزيء اعم واشمل من الذرة. الذرة حاجة واحدة بس، زي ما احنا قلنا هي الذرة دي عبارة عن حبيبات السكر الصغيرة، انما الجزيء ده مكعب السكر يحتوي على ايه؟ ذرات السكر الحبيبات الصغيرة جدا دي. تمام. يبقى مين اعم واشمل؟ الجزيئات طبعا. قال لي درجة الحرارة ديت هي عبارة عن مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. طب حد يقول لي هو قال لي ايه متوسط ليه؟ يعني احنا كنا نقدر نقول في السؤال دوت ان درجة الحرارة هي مقياس طاقة الحركة على طول. طب ليه انا قلت متوسط؟ قال لك لان درجة الحرارة دي درجة تقديرية. يعني انت لما تروح للدكتور وعندك سخونية، تمام، ايه اللي بيحصل؟ قال لك الدكتور بيحط الترمومتر، تمام، في فمك، واللي بيحصل وبيقيس درجة الحرارة، بس هو ما بيعرفش درجة الحرارة بدقة. يعني مش يقدر يقول لك انت درجة حرارتك 35، ما 35 بس هي قريبة، يا اما 34 يا اما 36، يعني تقريبية يا شباب. قال لي انت عندك المقياس درجة الحرارة دوت هو ايه؟
قال لي هو تقاس باستخدام حاجة اسمه الترمومتر. الترمومتر اللي بيستخدمه الأطباء في قياس درجة الحرارة. تمام؟ ماشي. هنا بيقول لي يمكن وصف الجسم ساخنا أو باردا من خلال إيه؟ قال لي مقدار طاقة حرارته. أنا أقدر أقول لك إن الجسم ده بارد أو ساخن من خلال إيه؟ قال لي من خلال طاقة حركته. إزاي؟ قال لي بداية أنت عندك عشان أوصف الكلام دوت يبقى ليه حاجتين اتنين. أول حاجة قال لك إن الجسم البارد يمتلك مقدارا صغيرا من الطاقة. طبعا أنا عندي جسم بارد، يعني إيه؟ مية متلجة. تمام؟ قال لي ديت تمتلك مقدارا صغيرا من الطاقة. تمام؟ لأن هي فقدت طاقة بواسطة الفريزر اللي هو بتاع التلاجة. ماشي. طب وإيه تاني؟ قال لي أنت عندك هنا الجسم الساخن يمتلك مقدارا كبيرا من الطاقة. تمام؟ يبقى الجسم البارد يمتلك مقدارا صغيرا من الطاقة، والتاني يمتلك مقدارا كبيرا من الطاقة. تمام؟ عشان كده في هنا سؤال علل بيقول لي إن مقدار الطاقة الحرارية للشمع المنصهر أكثر من الشمع الصلب. ليه؟ يعني احنا دلوقتي هو بقول لك انت عندك شمعة صلبة، يعني انت مش ولعتها، شمعة كده جبتها وحطيتها قصاد منك، وشمعة تاني جبتها بس ولعتها او عرضتها لدرجة حرارة فانصهر بقى سايح، يعني قصاد منك شمع سايح. ايه اللي بيحصل؟ قال لك هنا لأن سرعة جزيئات المادة في الحالة السائلة أكبر. يعني هو بيتكلم عن الجسيمات. ما أنا عندي أصلا الشمعة الصلبة ديت أصلا الجسيمات بتاعتها الحركة بتاعتها قليلة. ليه؟ عشان هي صلبة، جزيئاتها أو جسيماتها متماسكة مع بعضها. حط الشمعة التانية دي للانصهار، ما هي نفسها هي نفس الشمعة، بس أنا عرضتها ليه؟ عرضتها للانصهار فأصبحت لحالة سائلة. يبقى إيه حركتها؟ يبقى الجسيمات بتاعتها ابتعدت، حركتها زادت، فأصبح إن حركة جزيئاتها أو جسيماتها كبيرة. عشان كده هو بيقول لي لأن جسيمات المادة في الحالة السائلة أكبر من الحالة الصلبة. أرجو الأمور تكون واضحة بشكل أحسن. هنا بيقول لي ماذا يحدث عند الإمساك، يعني سؤال هنا بيقول لك ماذا يحدث عند الإمساك بمكعب من الثلج بين يديك. انت لو جبت قطعة ثلج تمام ومسكتها بإيدك إيه اللي هيحصل؟ قال لي تنتقل الطاقة الحرارية من اليد إلى مكعب الثلج وتسبب في انصهار. بمعنى ايه؟ ان انت جسمك في درجة حرارة معينة، درجة حرارة طبيعية كام يا باشا؟ يعني هتلاقيها مثلا 35 درجة. تمام؟ قال لك انت لما تمسك تلجاية ايه اللي بيحصل؟ التلج يعني عنده طاقة حرارية ولكن ضئيلة. تمام؟ طب لما يطلع في الهواء الجوي تمام اللي بيحصل يعني درجة الغرفة اللي هو فيها قال لك ان فيها درجة حرارة اكبر من درجة حرارة الفريزر اللي هو فيه التلج. تمام؟ طب انت لما تمسك تلجية في ايدك قال لك ان هي بتنصهر في ايدك. هل بفعل ايديك فقط؟ لا، ده بفعل ايديا وبفعل درجة حرارة الغرفة. جسمك فيه 35 درجة تمام وعندك في الجو 35 درجة كذلك. طب ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان هي بتتعرض للانصهار من الجسمين اللي هو الهواء الجوي اللي هو حوالين منها وايديك اللي هي فيها سخونية. بس هو هنا بيقول لك ان بيكلمك على ان ايدك فيها درجه حراره فهتوصل درجه الحراره ده لمين؟ للجزء اللي هو الاقل، لان دايما الاقل بياخد منين؟ من الاعلى. يعني واحد اقل في درجه الحراره هياخد منين؟ من الاعلى. تمام؟ ماشي. هنا عندي ملحوظه دي مهمه يا شباب، دايما الملحوظه مهمه وبتيجي في الاسئله. فبيجي يقول لك ايه؟ عند تسخين الماده تنتقل الطاقة الحرارية إلى جسيمتها. طبعا لما أسخن أحط مية على البوتاجاز على النار بيحصل إيه؟ قال لك إن الطاقة بتنتقل من النار لهذه إيه؟ المادة، وبالتالي جسيمتها بتتحرك وتكتسب الجسيمات حرارة فتتحرك بشكل أسرع. تمام. قال لي هنا الحتة المهمة، قال لي تنتقل الحرارة بثلاث طرق. إيه هما؟ قال لي أول حاجة عندك التوصيل، تاني حاجة الحمل، تالت حاجة الإشعاع. نفهم بقى يعني إيه توصيل. قال لي أول حاجة التوصيل، عندك مثلا مامتك في البيت بتعمل ايه؟ بتسخن وليكن الاكل فحطت الحله على البوتاجاز. طب بعد ما حطت الحله على البوتاجاز قال لك حطت على الحله الغطا بتاعها. ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان التوصيل بقى يعني الحراره بتنتقل من النار من البوتاجاز للحله، ومن الحله لايه؟ للغطا اللي هو بتاع الحله. تمام؟ يعني كل حاجه ملتصقه باختها فده توصيل. تاني حاجة الحمل. بمعنى ايه الحمل؟
قال لك ان الحمل يؤدي الى ضغط، فالضغط يؤدي لمين؟ لحرارة. ازاي؟ قال لك انت عندك شحن التليفون، تمام، انت دلوقتي بتشحن التليفون، الكهرباء ماشية في سلك الشحن التليفون، فشغالة على طول على طول، تمام، بتوصل، تمام. طب ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان الطاقة الكهربية بتخزن في التليفون. طب لما هي بتخزن ده اسمه حمل، يعني حمل كهربي، تمام، في البطارية. طب ما هو الحمل دوت قال لك بيؤدي الى تسخين التليفون، يعني حتى لما انت تيجي تمسك التليفون بعد ما يشحن، تمام، او في خلال ما هو بيشحن تلاقي التليفون سخن. طب ما ده حمل، تمام، ده حمل كهربي، تمام. تاني حاجة قال لي الإشعاع، بمعنى عندي شالية أنا بدفي إيديا بيها، أو عندي دفاية في البيت بدفي البيت بيها أو بتدفى عليها، تمام. إيه اللي بيحصل؟ قال لك إن أنت بتحس بالحرارة عن بعد، بمعنى إن الحرارة دي جايلك عن طريق الإشعاع. طب أحسن حاجة وأبسط الأمور عندك الشمس، إن الشمس بتنقل لنا حرارتها عن طريق الأشعة، حتى إحنا بنقول دي أشعة إيه؟ أشعة الشمس، تمام، بتدينا حرارة عن طريق الإشعاع. عندنا هنا في نشاط 5 بيتكلم عن تغير حالات المادة. تمام، يعني حالات المادة بتتغير ازاي؟ فبيقول لي هنا تأثير الحرارة في تغير حالة المادة، يعني درجة الحرارة بتؤثر في حالة المادة ولا لا؟ فاحنا تعال نشوف مع بعض. هنا بيقول لي أول حاجة تتوقف حالة المادة على درجة حرارتها، بمعنى أنا عندي مادة صلبة، مادة سائلة، ومادة غازية. أنا من المادة الصلبة عايز أحولها لحالة سائلة، قال لي إن أنا بعرضها لدرجة حرارة، صح؟ تمام. طب أنا عايز أعمل العكس، من حالة سائلة لحالة صلبة، قال لي إن أنا بفقدها درجة حرارة. تمام، ده كل الكلام اللي هو بيقول لك عليه، إن حالة المادة بتتوقف على إيه؟ درجة حرارتها. تاني حاجة بيقول لي تتسبب الطاقة الحرارية في حركة الجسيمات وتصادمها مع بعضها، إن هي تدخل في بعضها. وكلما زاد، اسم الحتة دي مهمة جدا، وكلما زادت الطاقة الحرارية الجسم زادت طاقة حركته. تمام. قال لي تؤدي زيادة مقدار الطاقة الحرارية أو انخفاضها عند درجة حرارة معينة إلى إيه؟ قال لي إلى تغير المادة من حالة لأخرى. بمعنى إيه؟ يعني سواء كان في زيادة لطاقة حرارية أو انخفاضها، قال لي ده هيغير من حالات المادة، يا يخليها صلبة، يا يخليها سائلة، يا يخليها غازية، وهكذا. ماشي. قال لي أولا أنت عندك اكتساب طاقة حرارية، يعني المادة هيحصل لها اكتساب، هتكتسب طاقة. يعني هتكتسب طاقة يعني بحطها على نار. تمام. قال لي تحدث عملية الانصهار والتبخر عند ارتفاع درجة الحرارة. يبقى ده سؤال أكمل، هيقول لي تحدث عملية نقط ونقط عند ارتفاع درجة حرارة المادة. يبقى احنا عارفين درجة عملية الانصهار وهي عملية التبخر. فعندي أول حاجة عملية الانصهار، قال لي هي عملية، ده تعريف يا شباب، قال لي عملية تتحول إيه فيها المادة من الحالة الصلبة لمين؟ للحالة السائلة. تمام، يبقى عملية تحول فيها المادة إيه من الحالة الصلبة لمين؟ للحالة السائلة. قال لي أنت عندك هنا الحالة الصلبة قدام منك، قال لي إن جسيماتها متقاربة جدا، متماسكة مع بعضها يعني، وتتحرك بصورة بطيئة في مواضعها. زي ما قلنا انتوا لو كذا شخص قاعدين على الدكة، تمام، متلاصقين مع بعضكم، الحركة بتاعتكم جليلة. تمام. قال لي عند ارتفاع درجة حرارتها، أنا حطيت خلاص المادة ديت على النار، إيه اللي هيحصل لها؟ قال لي هتزداد طاقة حرارتها، تزداد طاقة حركة الجسيمات وتتحول إلى المادة السائلة، فبالتالي إن الجسيمات هتبتعد عن بعضها. تمام، ليه؟ لأن حركتها هتزيد وقوة التلاصق بتاعتهم هتقل، يعني هيبعدوا عن بعض. تمام، فقال لي تتباعد الجسيمات عن بعضها وتتحرك بشكل أسرع. خلاص انتوا بقيتوا كام على الدكة؟ 2 ولا 3. قال لي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة تسمى درجة الانصهار. ده تعريف يا شباب. قال لي إن درجة الحرارة أول ما المادة تنصهر، يعني تبتدي إن هي تتحول لسائل، قال لي إن دي درجة الانصهار. تاني حاجة قال لي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية. تاني حاجة قال لي عملية التبخر، حتى من اسمها تلاقي فيه غاز، يعني بخار ماء. تمام، ماشي. قال لي هي عملية تتحول فيها المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية. تحول فيها المادة منين؟ من حالة سائلة لحالة غازية. تمام. قال لي هنا عندك المادة السائلة الجسيمات بتاعتها مبتعدة، تمام، وتتحرك بشكل سريع.
طب لما هي تكتسب طاقة أو ارتفاع درجة الحرارة، طب لما أجي أرفع درجة الحرارة عليها إيه اللي بيحصل؟ قال لي تزداد طاقة حركة الجسيمات وتتحول إلى إيه؟ تتحول إلى مادة غازية، يعني الحركة بتاعتها أسرع من الحركة السائلة. تمام؟ ماشي. قال لي الجسيمات أهي متباعدة جدا، ما خلاص ما هي كانت متباعدة قبل كده، هيحصل لها إيه؟ هتتباعد جدا عن بعضها وتتحرك بشكل سريع وعشوائي في جميع الاتجاهات. ما هي غاز بقى فيمشي براحته زي ما هو عايز. عندي الملحوظة يا شباب المهمة، قال لي إن أنت عندك درجة الانصهار الثلج تساوي 0 درجة مئوية، ودرجة الغليان بتساوي كام؟ قال لي درجة الغليان بتساوي 100، ودرجة غليان الزئبق قال لي 357. تمام. درجة غليان الزئبق ده يا شباب الناس اللي مش عارفة الزئبق دوت اللي بيكون المادة الحمراء اللي هي موجودة في الترمومتر. تمام، اللي هي بيحصل لها تمدد بالحرارة وانكماش بالبرودة. لسه هناخد الكلام ده قدام. قال لي ثانيا فقد طاقة حرارية. احنا اتكلمنا على اكتساب طاقة حرارية وقلنا عمليتين انصهار وتبخر، هنا فقد طاقة حرارية، يبقى تحدث عملية التكثف والتجمد عند انخفاض درجة حرارة المادة. أول حاجة قال لي عملية التكثف، ودي عملية تتحول فيها المادة من حالة غازية لحالة سائلة. فقال لي أنا عندي الحالة الغازية إيه اللي هيحدث لها؟ قال لي أنت عندك أصلا إن جسيمات المادة متباعدة جدا عن بعضها وتتحرك بشكل سريع وعشوائي. طب لما أفقدها قال لي تقل طاقة حركتها هتقل عن الحالة الغازية. تمام، وتتحول للمادة السائلة اللي هي إيه؟ إن يقل تباعد جسيمات عن بعضها وتتحرك بشكل أبطأ من المادة الغازية وأسرع من المادة الصلبة، يعني هي في النص ما بين الصلبة والغازية. عملية التكثف دي يا شباب أنا بمثلها إزاي؟ إحنا خدناها في سنة 5، واللي هي أنت عندك وليكن مامتك في البيت حط حلة مية على البوتاجاز، تمام، أو حلة طبيخ وليكن بتسخن الأكل على البوتاجاز، تمام. فانت بتيجي لما تيجي تشيل الغطا دوت ايه اللي بيحصل؟ قال لي ان انت بتلاقي ميه على الغطاء. طب الميه دي بتيجي نتيجه لايه؟ نتيجه لتعرضها لسطح بارد. بمعنى ايه؟ انا اول حاجه انا عندي لما اجي اسخن الاكل على النار ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان بخار الماء اللي موجود في الاكل اللي بيحصل له تعرض لسطح ايه بارد، اللي هو ايه؟ اللي هو الطبق بتاع الحله، الغطاء بتاع الحله، تمام، ده سطح بارد. فلما تتعرض لسطح بارد يحصل فيه عملية تكثف. بمعنى ايه؟ ان يتحول الغاز اللي هو طالع لفوق، تمام، لقى فيه سطح بارد فيتكثف عليه، هيرجع مادة سائلة تاني، هيرجع مية تاني، تمام، وينزل على الأكل تاني والبخار يطلع وهكذا، العملية مستمرة. تمام، هو دي اسمه عملية التكثف، ان انا بحول المادة من الحالة الغازية لحالة سائلة تاني. تمام. نيجي على تاني حاجة قال لي ان انت عندك عملية تجمد. انا خلاص انا وصلت المادة لحالة سائلة، من عملت لها تكثف من بخار ماء ده حالة سائلة. فعملية التجمد بقى هاخد المية السائلة ديت اعمل فيها ايه؟ قال لك هنا عملية التجمد. طب بتحصل ازاي؟ قال لك ان العملية دي اصلا هي عملية تتحول فيها المادة من الحالة السائلة للحالة الصلبة. تمام، ازاي؟ قال لك ان انت عندك المادة السائلة، تمام، جسيماتها متباعدة عن بعضها واسرع من المادة الصلبة، تمام. قال لك ان انت عندما تفقدها، يعني تفقدها، خلاص انا هاخد المادة السائلة احطها فين؟ في التلاجة او في الفريزر، تمام، ماشي. عندما تفقدها طاقة قال لك تقل طاقة حركتها وبالتالي ايه؟ تتحول لمادة صلبة. طب المادة الصلبة ايه اخبارها؟ قال لي تتقارب الجسيمات، انا بفقدها اصلا من الحالة الغازية لحالة سائلة لحالة صلبة، فالجزيئات عمالة تقترب من بعضها، تمام، او تتقارب الجسيمات وتتحرك في مواضعها بحركة اهتزازية من الاول تاني وهكذا. تمام، ماشي. قال لي هنا في المخطط التالي يوضح ايه تحولات المادة مع تغير درجة الحرارة. الارتفاع درجة الحرارة قال لك ان انت عندك اول حاجة انصهار، تمام، بعد الانصهار تحولت لتبخر، يعني هنا كانت مادة صلبة، بعد كده حدث لها انصهار مادة سائلة، بعد كده حصل لها تبخر بقى ايه؟ بقى غاز. عايز ارجعها تاني، قال لك من غاز لسائل ومن سائل لصلب. تمام، استفاد ان عملية الانصهار عكس عملية التجمد، لان الانصهار تحول المادة من حالة صلبة لسائلة، انما التجمد من سائل لصلب رجعها تاني. والتبخر تمام عكس التكثف، نفس الكلام، لان التبخر من سائل لغاز والتكثف من غاز لسائل. كده كنا انتهينا من الدرس التاني. رب تكون الامور واضحه بشكل احسن وبشكل كويس جدا، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.